السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل جدا انك انت تربي عصافير، وجميل جدا خلاص ان انت بدأت انك انت تتعلم انك ازاي تربي العصافير. ولكن اهم حاجة انك ازاي تنتج منهم انتاج كويس، ازاي تقدر تخلي العصفور ينتج عندك. اهم حاجة عشان خاطر العصفور ينتج لازم توفر لهم، ده بالنسبة للكوكتيل، عنصر الامان. الامان إنه في مكان يكون المكان دوت انت مخصصه ليهم، مفيش اي ازعاج ليهم خالص، مفيش فيران بتعدي عليهم بالليل، مفيش قطط في البلكونه ولا كلاب ولا اطفال كتير رايحين جايين عليهم. حسوا بالامان هيبداوا يشتغلوا. طيب، انت هنا بتراعي العصفور من ناحيه الاكل بقى ازاي؟ قمت الصبح حطيت لهم البركم والفلارس وخدت بعضك رحت على الشغل، ورجعت من شغلك الساعه 2 3، انت نفسك راجع تعبان، فمش عارف انت دلوقتي لسه هتخش تسلق بيض او انك تعمل لهم رز او انك انت تعمل لهم وجبة. فما انت مش فاضي. ابسط حاجة تعملها زي ما حضرتك شايف كده اهو، حاطط قدامهم الفينو، حتة بطاطا عندك، حتة كوسة، جزراية. بتقدم الكلام ده ليهم وبتسيبهم وهم بياكلوه، بيتغذوا منه. وزي ما حضراتكم شايفين هنا الدكر واقف بره، والحمد لله النتايه جوه بتبقى راقده على البيض. اول ما انا خلاص ابدا انزل من التصوير تبدا هي تخرج، وبعدين الذكر يدخل مكانها. غير اي نوع عصافير تاني، بنلاقي الروز على طول اول ما انت بتخبط عليه يروح فاتح على طول، يروح طالعين هما الاتنين. او انت طالع مثلا او داخل لهم البلكونه، تمام، ابص الاقي على طول يروحوا داخلين هما الاتنين جوه العش ويستخبوا، بيخافوا. واول ما انا على طول قدامه ابص لو هما الاتنين يبداوا يطلعوا. الكوكتيل غيرهم، كوكتيل جريء وكل حاجه، الذكر بيكون واقف بره بره والنتايه جوه. اما في الرز بيبقى الذكر والنتايه هما الاتنين جوه العش مع بعض، والذكر بيساعد الانثى في الرقاد على البيض. بيقسموا البيض بينهم، وكل واحد منهم راقد على بيضتين ثلاثه. الكوكتيل بيعمل كده بس بيعمل ورديه، ما بيقسمش البيض. النتايه بترقد مده طويله قوي، 8 ساعات 10 ساعات، بس طبعا مش متواصله خالص. بتخرج تاكل وتروح داخله، وهي عارفه ان الفتره ديت اللي هي بتاكل فيها ديت مش هيتهوى فيها البيض، هي ما بتسيبش البيض فتره طويله. خرجت كلت، هتبدا تدخل لغايه ما المده بتاعتها بتخلص، الورديه بتاعتها او الخدمه بتاعتها خلاص خلصت، تخرج هي ويدخل الذكر بنفس الكلام. ممكن يكون هو مثلا بيرقد بالليل وهي واقفه بره، او العكس، هما الاتنين بيتفقوا مع بعض كده بالنسبه للورديه اللي بيقضوها على البيض. سبحان الله، حاجه دي بتاعت ربنا. ويقعد الذكر واقف طول المده دي كلها بره، او النتايه نفس الكلام، وبيحرس اللي جوه العش. لو الذكر واقف بره وشاف اي خطوره بيبدا يصوصو صوصوه خفيفه كده، تمام، بتبدا النتايه تطلع. هم بيبقوا عارفين ان في حاجه، تروح النتايه خارجه وقايمه من على البيض. ليه؟ هو ده اشاره ان في حاجه. تمام. الاشاره ديت ممكن يكون انت حاطط لهم مثلا اكل كويس، بيض او حاجه، بيصوصوا لها، تبدا هي تخرج وتبدا تاكل وبعدين تروح داخله تانيه. سبحان الله، حاجه بتاعت ربنا. فهنا زي ما بقول لحضراتكم، انا بقدم لهم الفينو، حته بطاطا، حته جزرايه، خياره، ورقتين برسيم، ورقتين جرجير. الكلام دوت بيساعد معاك وبيقلل من استهلاكك للبركم والفلارس. بيمدهم طبعا بالبروتين والكربوهيدرات والكالسيوم. الحاجات دي تكون ضرورة جدا للذكر والنتاية. مش عشان خاطر النتاية باضت يبقى احنا نهمل الذكر اللي واقف بره دوت، لا. الاكل اللي انت هتقدمه هياكل منه الذكر وتاكل منه النتاية،
وده هيخلي صحتهم في الفتره دي كلها، اللي هي 18 يوم اللي هي راقده فيهم على البيض في فصل الصيف، او في فصل الشتاء بتقعد 21 يوم. هتخلي صحتهم كويسه جدا جدا، ان هم يقدروا ان هم داخلين على مرحله، مش هقول لك كلمه رضاعه، عشان في ناس بتتضايق من كلمه، يقول لك مفيش حاجه اسمها الطيور بترضع. الترضع دي لما يكون حاجه ليها يعني زي ليها صدر يعني، ولكن الطيور اسمها حاجه ايه، اسمها بتزق. فهم داخلين على فتره زق الزغاليل. زق الزغاليل يعني ان هم يبداوا ان هم ياكلوا الزغاليل بتاعتهم. فالفتره ديت بتبقى محتاجه من الام ومن الاب، يعني بتنهكهم وبتقلل من طاقتهم. فانا عشان خاطر اخلي صحته كويسه جدا لما يجي يزق العصفور بعد ما يفقس، فطبعا الفتره دي كلها اللي هي راقده فيها على البيض، ما انا بغذيهم كويس جدا، بهتم جدا بالاكل بتاعهم. مش عشان خاطر النتايه باضت اقول لا خلاص بقى مش مشكله ما ياكلوش، احط قدامه ملكه ومفرارس وبس الذكر، لا لا خالص. نفس الكلام برضو، حط البيض وحط القمح المنقوع وحط الجزر وحط رز، تكون يعني عامله لهم وحاطط عليه جزر. طب ايه موضوع الرز والجزر ده؟ بصوا معايا يا جماعه، شويه رز كده، معلقتين 3 رز، بتسلقهم في شويه ميه زي الرز ما بنعمله عادي، لكن طبعا لا عليه زيت ولا سمنه ولا كلام من ده خالص. شويه ميه كده لغايه ما يبقى يوصلوا 3/4 سوا، خلاص. وبعدين تصفيه من الميه، وتاخد الرز ده وتبشر عليه شويه جزر، ورقتين جرجير، وتقلبهم مع بعض، ولا تحط ملح ولا تحط حاجه، وتقدمهم للطيور اللي عندك ايا كان الطائر ده، ايا كان، بيلك كوكتيل او روز او بادجي، هتلاقي هياكل منه. هتقولي لا لا ما بياكلوش من الرز ده خالص، وانا جربت قبل كده وبرضه ما بياكلوش وعملت ما فيش فايده خالص. فهو لو العصافير ما اكلتش عندك من اول مره، فانت ما تستعجلش وما تتضايقش. خد نفس الطبق اللي انت حاططه لهم دوت وحطه لجوز تاني، هتلاقوا الجوز التاني ممكن ياكل منه. جوع العصفور شويه ساعتين 3، مفيش قدامه اي حاجه الا الميه بس. هتلاقي يعني هيبدا ان هو ينقنق فيه، هيبدا ان هو يدوقه حتى على الاقل. تاني يوم بقى لما تيجي تقدم نفس الاكل ليهم هتقوم كلوا منه، سبحان الله. فاول مره ممكن يبقوا خايفين منه كده، يعني لسه بيدوقوا، داقوا يعني طب ماشي حلو، بس ما اكلش منه كتير. تعالى بقى انت بعد يوم ولا يومين 3، حط اللي انت عملته ده تاني، هيبدا ان هو ياكل. حتى لو في ناس بتقول لك العصافير عندي ما بتاكلش البيض، برغم ان العصافير بتموت في حاجه اسمها البيض، كل انواع العصافير. فانت بتعمل ايه؟ بتحطه الاول على جوع وتسيبهم، ما كلوش هياكلوا بعد كده. تمام. نفس الكلام الفينو اهو، ما كانوش بياكلوه الاول، كان يشوفه كان يخاف منه. دلوقتي بصوا بيحبوا الفينو جدا جدا، وطبعا انا ما بكترش منه، يعني حطيت منه انا النهارده، مش هبدا احط بقى منه بكره وبعده وبعده، لا طبعا ما ينفعش، عشان خاطر العصفور ما يليس مني. ابدا ان انا ايه بقى، احطه بعد 4 5 ايام. طب البطاطا، الاقي الكوكتيل دوت الجوز ده مثلا ما بياكلش البطاطا، ولو حطيت البطاطايه ديت لجوز تاني هياكلها. تمام. فهتبص تلاقي لو ما كانش النهارده هياكل بكره. باخد البطاطايه دي واحطها للدور اللي تحتيه، ومش عامل بينهم فاصل، هيشوفوا بياكلوا بعد كده هو هياكل منه، لان الكوكتيل بيغيروا من بعض في كل حاجه حتى في التزاوج. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واشكركم جدا. بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.